السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. الا قلت لكم بانني شريت المقادير ديال السفوف التقديه ديال شهر 12 ما غاديش تصدقوني. ولكن ما كتبش نوجدو حتى هاد لقيتها سبحان الله العظيم. كنت مشيت عند مولات البهارات نجيب من عندها الخروب وتلاقيت واحد السيده من هنا وكنهضروا هكا على التوجد ديال رمضان وبقينا كنهضروا وقالت لي هادشي غتوجديه رمضان. زعما راه باقي الحال؟ قلت لها راه يلاه يلاه مع الوليدات والمدرسه وهذه. لا لا قالت لي مازال الحال. سبحان الله تعرقلت الامور حتى لدابا. سبحان الله عاد كتاب نزلوا. المهم هنا كيف شفتوا معايا خديت المقادير وغسلتهم ونشفتهم مزيان من طبيعه الحال. في بلاصه الدقيق انا درت الحنطه، خديت كيلو ديال الحنطه وغسلته ونشفته مزيان وطحنته وغربلته. هنا بالنسبه للسمسم درت تقريبا 2 كيلو ونص و2 كيلو ونص ديال اللوز. راه شفتوا اللوز كان عندي وزدت منه، يعني جبت 2 كيلو وكان عندي زدت نص كيلو، يعني ما بين غادي تشوفوا معايا في الفيديو. هنايا المهم المقادير ضروري كنغسلهم وكنشفهم مزيان وصافي. حمرت كلشي في الفران. هاد المره ما قليت ما والو. شفتو الشغاب شفتو شفتو درجه الحراره فين طلعت. كيبقى يبرك بصبعو حتى كيبدل درجه الحراره. المهم هنا كيف كيبان لكم اللوز خديت واحد تقريبا واحد الرابعه وحيدت ليها القشور ديالها وحمرتها حتى هي غير في الفران. شوفوا درجه الحراره، شوفوا معايا شوفوا. المهم هذيك القشور اللي كنت خديت ديال اللوز حتى هما ما ضيعتهمش، طحنتهم وضفتهم غادي تشوفوهم معايا. المهم انا كلشي هاد المره حمرته في الفران. شفتوا معايا حتى الحنطه حتى هي حمرتها في الفران. حتى هي ما كتاخذش وقت بزاف الصراحه. بالنسبه للناس اللي كتجيهم الحنطه ثقيله يفضل انكم ديروا الدقيق، يعني اللي ما موالفش كيستعمل الحنطه في النظام الغذائي ديالو كنصحكم انكم ديروا الدقيق. ايوا هنا وجدت ختكم كلشي وبديت غادي نطحن وخاف ولدي. عرفت سبحان الله هاد السوف شحال تعكسات. هنا بديت كنطحن وخاف ولدي فصافي وليت كنخليه حتى كيجي الزوج ديالي وكيخرجوا على برا وعاد كنكمل. لان فعلا ما قدرتش نطحن وهو في الدار خاف بزاف. المهم كيف كيبان لكم هاد السمسم اللي خديت انا ماشي داك السمسم اللي كيكون فيه النقا بزاف وكيكون دهني، يعني كيكون شويه ناشف وكياخذ الوقت يعني فاش انكم تطحنوه. الا بغيتو تسرعوا العمليه كتضيفوا شويه ديال الزيت، يعني زيت الزيتون اولا كتضيفوا الزبده مذابه. انا ضفت شويه ديال زيت الزيتون ملي كنت كنطحن باش كيترخف شويه وكيتطحن هكا بسرعه. راكم شفتوا وليت كنخدم 2 ديال البلندر باش يلاه هكا نستغل الوقت. هنا بالنسبه للمقادير كيف كيبان لكم حتى وجدتها كامله ومن بعد عاد خلطتها لان ما كيكفانيش الصراحه الوقت. فهنا كيف كيبان لكم يعني طحنت اللوز والسمسم او الزنجلان، يعني طحنتهم مزيان مزيان. هنا كيف كيبان لكم راه درت كيلو ديال الدقيق ديال الحنطه، راه من بعد زدت حيت جاني شويه القوام هكا خفيف. كان باقي واحد شويه هكا ما مطحونش مزيان. المهم ضفت الدقيق ديال الحنطه وشويه ديال زريعه الكتان عفوا. حبه حلاوه والنافع راكم عارفين، ومن طبيعه الحال واحد المعلقه كبيره ديال القرفه وقريصه ديال الملح. المهم المقادير ديال السفوف راهم معروفين، انا غير شاركت معكم. غادي تقول لي الناس اللي وجدت راه وجدت السفوف. وهنايا ضفت السمسم من طبيعه الحال. السمسم بحال اللي خدا ليا هكا الوقت هذا كيف قلت لكم، لان هذا النوع اللي خديت انا ماشي داك السمسم اللي كيكون دهني، يعني دغيا كيطلق الزيوت ديالو، يعني كياخذ وقت باش انه يتطحن. وهنا ضفت اللوز من طبيعه الحال. هنا بالنسبه لهاد الوصفه هذه انا ما ضفتش السكر بصفه نهائيه حتى الاخر، وحسيت بالمذاق ديالو هكا داك الخروب. انا ضفت الخروب غادي تشوفوه معايا هو اللي في الجهه هذه. هذاك طحنته عند السيده مولات البهارات لان عندها الماكينه هكايا تبارك الله قويه، فطحنته عندها وجبته غربلته وضفت منه. ولكن حتى هو خفت من المذاق ديالو اللي يجيني هكايا مجهد في السفوف. راكم شفتوا شحال ضفت الكميه. ومن بعد ضفت واحد شويه تقريبا واحد 4 الملاعق ديال السكر كلاصي، ما صورتهمش هذوك الصراحه. صافي هنا ومن بعد ضفت هذيك المسكه الحره حتى هي طحنتها شويه مع هذاك الخروب من بعد وصافي وضفتها. كنظن المقادير ديال السوف هما هادو.
على فكرة وجدت المقادير كاملين وكانت بنتي في الروض، فما بغيتش نخلّط لأنها كتبغي هاد الأجواء هادي. فتسنيتها حتى جات وعاد خلّطت أنا وياها. راكم شفتوا حكيت واحد شوية ديال الكوزة، وهنا ضفت العسل باش نكمّل هكا التحلية، يعني باش نتفادى ما نضيفش هكا السكر بزاف. وهنا هذاك اللوز اللي شفتو معايا حمّرته في الفران، غير بحال اللي كنقولوا هرمشناه، غير حنا كنقولوا هرمشناه، غير واحد شوية وصافي حتى هو ضفته. ومن بعد ضفت السمسم، راكم شفتوا الكمية اللي ضفت تقريبا 2 الكؤوس أو 2 الكؤوس ونص اللي ضفتهم باش هكا ما يجيش لون واحد. وصافي زدت شوية ديال العسل وهذا هو السؤف ديالنا. المهم كتبقى المشاركة هي الأهم كنظن، ولكن كيجي زوين الصراحة هاد السلو هذا. كنتمنى الفيديو ينال إعجابكم ونتلاقاكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.